اهلا بيك دكتور عبد المنعم ابو الفتوح. اتفضل. المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه، قيادي الاخواني، واحد الرموز الوطنيه الكبيره في مصر. ازيك يا دكتور عبد المنعم؟ اتفضل. سامعني يا دكتور عبد المنعم؟ سامع حضرتك، اتفضل. انا الحمد لله على السلامه الاول. الله يسلمك يا استاذ ابراهيم. انت رجعت من قطر قريبا جدا؟ لسه راجع من ساعات. من ساعات. طبعا لما يبقى في مرشح محتمل مسافر خارج البلاد لازم نساله ايه سبب السفريه. لا يعني انا اعلنت قبل ما اسافر، ودلوقتي بقول الحقيقه كان سبب سفري هو الاطمئنان على صحه فضيله العلامه الكبير فضيله الشيخ يوسف القرضاوي. معروف ان هو اصابته وعكه صحيه منذ 3 أو 4 أسابيع، وانا وجدت انه يعني بما له من قدر وقيمه كبيره في العالم الاسلامي وفي مصر، ان واجب علي الحقيقه ان ازوره للاطمئنان على صحته، وبالذات ان الاخبار اللي كانت وصلتني عن حالته الصحيه كانت اخبار سلبيه. فالحقيقه حينما ذهبت وزرته وجلست معاه فتره كافيه وجدت انه في حاله تحسن كبير الحمد لله. والحقيقه انا بطمن كل محبيه وكل بما له من فضل كبير كان على كل الثورات العربية من شجاعة وإقدام. العالم الذي افتقده العالم، مسألة الشجاعة وإن العالم يقول كلمة الحق في وقتها افتقدها العالم العربي والإسلامي. صحيح. إلا في قليل أمثال الشيخ القرضاوي وأمثال مولانا الكريم شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب وغيرهم من العلماء الذين ما زلنا نعتز بهم. والشيخ القرضاوي يعني من الناس الذي تتلمست على يديه واعتز به، ومن اوائل الناس الذي يعني استطلعت رايه في حينما فكرت في ان اقوم هذه الخدمه الوطنيه، ان اقدم نفسي لخدمه وطني في مشروع الترشح بالرئاسه، ووجدت منه تشجيع وقبول ودعم يعني اعتز به حتى الان. ده في الزياره الاخيره يا فندم لا ولا لا ده ليس بشكل سابق؟ زار اخير زارت مريض يعني طبيب لمريض ومحب لشيخه واستاذه، يعني ليس اكثر، لا علاقه لها بهذا الموضوع. لا يعني انت استشرت فضيله الشيخ القرضاوي عالمنا الكبير قبل العظيم فتره سابقه يعني. انما هذه الفتره اللي هذه الزياره كانت تعود مريضا فقط. عظيم. دكتور عبد المنعم، هل تعتقد انه عدم وجود تاريخ بعينه للترشح او لانتخابات الرئاسه مش بيعوق فكره الدعايه الانتخابيه، الحمله الانتخابيه لاي مرشح محتمل؟ يعني حتى الان لا نعلم متى ستجرى انتخابات الرئاسه القادمه. ده صحيح، لا شك ان ده عائق كبير، لكن يعني هذا العائق نحن بنتحمله يعني او انا اتحمله كمرشح في ظل الحالة الانتقالية، لان حملات الرئاسة او الترشح مفروض بيبدأ العمل لها احيانا قبل سنة بل سنتين احيانا. صحيح. وبيفتح الباب، وبالتالي يعني حتى الان نحن لا نتمكن من فتح باب التبرعات. مش كده يا فندم؟ يعني لما بيفتح للحملة. صحيح، لما يفتح قبل سنتين بيبقى في قوانين بتقول انه نجمع تبرعات نمول الحملة، انما ده برضو في غيبة القوانين يظل الامر مرهق سياسيا وماليا. صحيح صحيح. وبتحله ازاي انت يا دكتور عبد المنعم؟ يعني بنحله بالتواصل المباشر. بما حتى الان على امل ان باب الترشح يفتح بشكل رسمي على الاقل عقب انتخابات مجلس الشعب، وما يتاخرش حتى يعطينا فرصه كافيه لفتح باب التبرعات للحمله وممارستها. كل وسائل التواصل والاداء بتاع الحمله يحتاج لدعم مالي، ولا يمكن اداؤه بدون دعم مالي. صحيح. وانا الحقيقه في حملتي مرتب الاعتماد على تبرعات عموم المصريين، ومع ابلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات على رقم حساب التبرع حينما يفتح، وطلب منه مشكورا ان يراقبه ويتابعه حتى يكون هناك شفافيه في الاداء المالي للحمله. افهم من كده يا دكتور عبد المنعم ان في قطع باذن الله بالدخول في الانتخابات القادمه؟ طبعا طبعا ان شاء الله. يعني هذه نيه معلنه وباتت مؤكده. صحيح، معلنه ومؤكده من قبل ايضا، ويشرفني يا اخ ابراهيم.
اشكرك جدا دكتور عبد المنعم. هل انت بصدد اعداد برنامج انتخابي ولا لسه دي مرحله لاحقه؟ بالفعل انا بصدد اعداده، وان شاء الله حينما ننتهي منه سنعلنه ان شاء الله. يظل السؤال التقليدي في السياق ده بقى، طب موقف جماعه الاخوان او موقف فهمنا موقف جماعه الاخوان انها بتقول انه دكتور عبد المنعم لن يكون مرشحنا. في الحاله طبعا. دي دكتور عبد المنعم الفتوح ايه موقفه هيبقى من جماعه الاخوان؟ لا، موقفي وانا بعتز بتاريخي في هذه الجماعه وعطائي، واعتز باخوه الجميع، وهذا قرار انا اخذته يعني خدمه لوطني، واعلنت انني لست مرشح جماعه الاخوان المسلمين ولا اي حزب ولا قوى سياسيه، انا مرشح مستقل. اظل احمل كل الموده والمحبه لجميع المصريين وفي القلب منهم الاخوان المسلمين، مع تاكيدي على ان الاخوان لا يجوز، وانا اؤيد ان لا يكون لهم مرشحا، باعتبار انهم الان الذي يقوم بالعمل الحزبي هو الاحزاب وليس جماعات، سواء جماعات الضغط او جماعات الدعوه مثل جماعه الاخوان المسلمين. طب يبقى مرشح حزب العداله، الحريه والعداله؟ ولست، وانا اعلنت اني مرشح مستقل، لا للقوى السياسيه ولا حتى للاحزاب. دكتور عبد المنعم الفتوح، اظن انه سيلاحقك دوما حاله تشكك او تشكيك من قبل جمهور او من قبل منافسين في انه هذا الامر لا يبدو خلافا سطحيا او خلافا مفتعلا او مصنوعا اكثر منه خلافا حقيقيا بينك وبين جماعه الاخوان المسلمين. هترد على التشكك او التشكيك ده ازاي؟ لا يعني اولا انا لا اتصور ان ثمة تشكيك يلاحقني. انا بحكم صلتي بكل اطراف المجتمع على مدار 40 سنة اخ ابراهيم لم أكن في يوما مخادعا لمجتمعي ولا لأهلي الذين أعتز بالانتماء إليهم كل المصريين، لم أكن في يوما ملتويا في علاقاتي بأي طرف آخر أيا كان اتجاهه، وبالتالي أنا لا أشعر بأن ثمة هذا التشكيك يلاحقني إلا إذا كان من بعض الأطراف القليلة التي هي ليس لها عمل إلا مثل هذه التصرفات التي لا تليق يعني. وبالتالي انا مش منزعج من هذه المساله. ربما مش خصومه مع دكتور عبد المنعم فتوح اكثر منها منافسه وصراع مع جماعه الاخوان. ليس، لو انني مرشح الاخوان المسلمين كنت اعلن هذا، لكنني حتى لو الاخوان طلبوا مني اكون مرشحهم فلن اوافق، لانني كنت ناديت من 4 سنوات يا اخ ابراهيم بفصل الحزب عن الدعوي، فلا يمكن ان يكون ده مبدئي ثم اقبل اكون مرشحا لتجمع دعوي يؤدي وظيفة عظيمة وكريمة نعتز بها جميعا، سواء ما تقوم بجماعة الإخوان المسلمين كتجمع دعوي بيدعو الإسلام بمفهومه الشامل، أو ما تقوم به الجماعة الإسلامية، أو ما يقوم به الإخوة السلفيون. كل هذه الأداءات يجب أن تكون محل تقدير واحترام وبعيدة عن باب المشاحنة السياسية أو الحزبية. دكتور عبد المنعم، طب وإذا كان الأمر كذلك وإذا كنت مرشحا مستقلا، وأنا أعتقد يقينا في ذلك، ليه لا تستقيل من جماعة الإخوان المسلمين أو تعلن استقالتك أو انفصالك عنها؟ أنا أعلنت أنني مرشح مستقل، أنا لست مرتبط لازلت عضوا في جماعة الإخوان. أداء إداري الآن داخل الجماعة الإخوان المسلمين، ولكني ما زلت أعتز بالفكرة الإسلامية الوسطية التي يمثلها الإخوان وغيرهم من المرشح. صحيح دكتور عبد المنعم، أنا فرصة سعة صدرك وأسألك هذا السؤال الصريح الواضح: هل خلعت السمع والطاعة للجماعة الإخوان المسلمين؟ أنت أقسمت على السمع والطاعة. لا يوجد مثل هذا المفهوم عند الإخوان المسلمين. الخمسين تنظيم مدني يتعامل الجميع فيه في سياق وظيفته المدنية الدعوية. اما مسألة السمع والطاعة وخلعت باسلوبك ده يا اخ ابراهيم اللطيف الجميل ده تقدر توجهه لجماعات العسكرية او للحركات التكفيرية او المتطرفة التي ليس الاخوان ولا غيرها. يا فندم انت عملت بيعة للمرشد في مصر تنتمي اليها. مش في بيعة بتقدم من يعني اسمح لي يا دكتور عبد المنعم، تعرف معزتك وقدرك عندي يعني. الله يحفظك. مش في بيعة بتقدم للمرشد من قبل اعضاء الاخوان المسلمين؟ هذا قسم للدعوة وليس للمرشد، هذا قسم زي اي حزب وزي ما بيعمل زي عهد وقسم انه بيلتزم بالنظام وبالاراء وبتوجهات العامة. خلاص انا بتراجع عن السمع والطاعة. انت عارف ان انت عزيز عليا
وانا كنت ود ان استمر، بس هي المعد البرنامج قال لي عاوزين نطمئن فقط على صحة الشيخ قرضاوي. طبعا احنا شاكرين جدا ان احنا اطمئنينا. عزيز على نفسي وانت عزيز ايضا. الله يخليك. لكن يحتاج لجلسة ولقاء معاك في برنامج على الهواء وليس اكيد لازم نقعد على الهواء ونتحاور، خصوصا حكايه البيعه دي يا دكتور عبد المنعم. اشكرك جدا جدا، اسعدتنا بمداخلتك وشاكرين جدا.